يا مساء الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بمشيئة الرحمن هنخزن الكرنب، هقولك على جميع تركات الكرنب، ازاي الكرنب ما يبقاش مجلد معاكي، ازاي الكرنب ما يتهراش منك. كل حاجه هتعرفيها عن الكرنب النهارده في الفيديو ده. ما تنسينيش في المتابعه والكومنت الجميل بتاعك، وصلي على النبي كده وقولي لي انت بتتابعيني منين. انت معاكي ام عمر من دمياط. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ده انسب وقت لتخزين الكرنب يا اولاد، شهر يناير. شهر يناير خزني فيه الكرنب بتاعك. انا بحب الكرنبايه المبططه اللي انت شايفاها دي، اسمها كرنبايه بطه. البلدي بتبقى عامله زي الكوره مكور. انا بحب البطه دي بصراحه، ما بتهدرش منها ورق كتير وبتبقى زي الفل. بتجيب الكرنبايه تقوريها زي ما انت شايفه كده، وتحطي حله الميه على النار. لازم تقوريها كلها كده وتجهزيها. السر في ايه يا اولاد؟ السر في معلقه السكر الكبيره اللي انت حطيتيها دلوقتي. سكر يا ام عمر؟ ايوه يا قلبي سكر. اوعي تخزني حاجه في التلاجة وتحطي فيها ملح، كده الورق هيجلد معاكي لو انت حطيتي ملح. بتحطي سكر، اول ما الميه بتغلي وتقولي بسم الله الرحمن الرحيم بتنزلي الكرنبايه. بتعدي من 1 ل10 وتقولي بسم الله الرحمن الرحيم، وتقومي قلبة الكرنبايه ومدخله الميه في قلبها مباشره كده على طول. بتفتحي الحنفيه وتجيبي الطبق بتاعك، لازم تخرجي من الحنفيه تحطي تحت الميه على طول. الميه السخنه لازم تخرج على ميه بارده، ميه من الحنفيه. تمام. ليه يا ام عمر؟ عشان الميه لو سبتيها زي ما هي سخنه كده الكرنب من غير ميه، الكرنب هيتهرى هيستوى اكتر. تمام. والكرنب لما بيتعان دافي ريحته ما بتبقاش حلوه. يبقى التلات تركات احنا عرفناهم دلوقتي. السكر عشان ما يجلدش معاكي، تطلعي على ميه من تحت الحنفيه على طول، وعلى طول ورقه ورا التانيه ورا التالته. مفيش حاجه اسمها تديله وقت، مفيش حاجه اسمها نديله وقت سوى قد ايه. اول ما بتقلبي بتشيلي ورقه بورقه بورقه زي ما انت شايفه كده. ما تخرجهاش من تحت الميه غير لما السخونيه تروح منها نهائي. ما تخرجيش، بصي الميه مفتوحه عندك. طبعا الناس بيقولوا الميه ما تنفعش، لا، لازم نطلع السخونيه اللي في الكرنب خالص عشان ما يتهرش معاكي ويزود سوى عليه. تمام. بصي بتطلعي ورقه بورقه كده بنظام وتنظميها. وفي نفس الوقت المصفى اللي انت بتحطي فيها دي ما تمليهاش جامد، يعني اول ما تتملى معاكي خلاص ما تديهاش زياده عن طاقتها. الكرنب اللي في الحله بصي ورقه ورا التانيه ورا التانيه ورا التالته. بصي سواء هتاكليه سواء هتخزنيه امشي بنفس الطريقه. لو انت هتاكليه في البيت حطي مع مع معلقه السكر نص معلقه كمون، وطلعي على طول تحت الحنفيه كده. انا بعمل بكميات كبيره وبعمل لشغل. حبه الكمون لو انا حطيتهم بيغمقوا لونه، فما ينفعش ان انا احط كمون لان دوت بيبقى خارج اوردرات عندي. تمام. واغسلي وطلعي تاني المكان اللي انت قورت منه. حطي فوق كده معلقة، وقولي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الفيديو ده يعني اللقطة دي بس انا مرضتش اسرعها عشان تشوفوها، وقلبته تاني مباشرة ونزلتها لتحت. لو المية مش طايلاها بالمغرفة كده وحطي في قلبها مية، هيبدأ الورق يقع زي ما انت شايفة مباشرة. طلعي على المية وافتحي الحنفية على طول. الحنفية لازم تبقى مية جارية فوق الكرنب. ده أنسب وقت يا ولاد تخزني فيه الكرنب، اللي هو يناير. يناير ده خزني فيه كل حاجة شتوي، أنسب وقت تخزني فيه الكرنب. أنا بحب الكرنباية المبططة اللي هي اسمها بطة دي. لما تيجي تجيبي كرنباية ما تجيبهاش مكبوسة، هاتيها طرية بقلبها كده. ما تحطي ايدك تخبطي بايدك كده على قلبها تبقى الكرنباية طرية معاكي. دي يبقى ورقها حلو. ما تستكبريش الكرنباية الكبيرة قوي الهبلة دي، تقريبا بتبقى من جوه مش حلوه، بتبقى كلها عدان. خليكي في الكرنبايه الوسط. بصي الناس اللي هتقول نيه، بصي بطبقها ما بتتكسرش معايا. ليه؟ لان هي خلاص مستويه وتمام والحمد لله و100 فل و14. طلعي من الميه بتاعتك حطي في المصفى واسبقي الصف عشان نبدا نسمي الله مع بعض ونبدا نقطعه. انا بحب يا ولاد الكرنبايه البطه اللي هي مبططه، مش بحب اللي هي عامله زي الكوره. بصي الجمال، بصي كلها مستويه. طلعي على طول. لازم تضمني ان هو تبقى بارده عشان تاخدي حبه كرنب حلوين وتخزنيهم من السنه للسنه. بصي بقطع العود بتاعه والفه. بصي ركزي كده في الحته دي في التقطيع. اعمليه مسدس وشيلي، لفي من الصغير للكبير. ظبطي بايدك المقاس اللي انت عايزاه. ده الطريقه اللي انا بشتغل بيها يا ولاد، سواء تخزين للبيت سواء للشغل زي ما انت شايفه كده. وخزني الكميات اللي انت عايزاها. اوعي حذاري حذاري تحطي فيه ملح وانت بتسلقيه، حطي سكر وحبه كمون. بص الطريقه، حاولت على قد ما اقدر ان انا الم في الفيديو دوت بس افهمك انا عملت فيه ايه. بصي لما بتيجي تطبخي بقى بتطلعي الورقه زي ما انت شايفاها كده، بتفكيه زي ام عمر. بخرجه من التلاجة يا اما بدري شويه عن الطبيخ، يا اما كاتل ميه سخنه واكبه عليه. بصي بقى التركايه اللي بعد كده مرحله اللف.
انت طالما قصاها مظبوط هتتلف معاكي مظبوط ويعني بسهولة. لفي ووقفي لفي ووقفي، لازم تسيبيه الصفة تماما تماما تماما. غطيه بعد ما تلفيه وتوقفي كده في الطبق طبقة او طبقتين، غطيه ببلاستيك وحطيه على رف التلاجة وتحته مصفى. تاني يوم يتصفى قبل ما ترصيه معاكي في الطبق بتاعك او في الكيسة. عندك طبق رصي، عندك كيسة رصي. عايزه تطلعيه للطبيخ طلعيه حطيه على الرخامه بدري قبلها بساعتين، او افتحي عليه ميه او كاتل ميه سخنه هيفك معاكي. ما تحطيش فيه ملح، حطي فيه معلقه سكر بس. تمام. بصي بقى، بصي تحسي ان هو ورده، تحسي ان هو بوكيه ورد ومترصص. بصي الجمال، بسم الله ما شاء الله. العين زي ما بيقولوا كده، العين بتاكل قبل البق. شايفه الجمال؟ والله تسلم ايدك يا ام عمر. انا بقى يعني ايه، بما اني بشتغل هتلاقي عندي كميات كبيره. بعد كده بقى ترصصي الطبق اللي انت عايزاه على قد اكلتك زي ما انت شايفه كده، وتغلفيه وتحطيه في التلاجة ويقعد معاكي من السنه للسنه. ما تنسينيش كده تصلي على النبي، وما تنسينيش في دعوه حلوه من قلبك وتقولي لي انت بتتابعيني منين، وما تنسيش الكومنت بتاعك واللايك. بصي الجمال، بسم الله ما شاء الله. جربي الطريقه دي وان شاء الله ان شاء الله هتدعي لام عمر دعوه من قلبك. بس اوعي، بس اهم حاجه تحطي فيه ملح. الكميات دي عشان انا بخرجها شغل، بخرجها بنفس المنظر اللي انتوا شايفينه ده. اهم حاجة صفيه، ما عندكيش اطباق رصصيه في اكياس بلاستيك وخرجي الهواء. سلام.